السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. او اول مره تشوفوني، انا نونا ودي قناتي. لايك وشير للفيديو لو عجبكم. هنعمل احلى عزومه لاغلى الناس اللي بنحبهم العزاز علينا. هنعمل لهم احلى حاجه، هنقدمها لهم كده بالهنا والشفا. هنعمل حاجه حلوه، حاجه تشرف، حاجه تزين اي سفره هتقدميها لرمضان وغير رمضان كمان. تعالوا كده هنشوف هنعمل ايه. هنعمل مع بعض كده ديك رومي، مع طبعا الحاجات الحلوة اللي حواليه دي. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. تعالوا كده هنبدأ. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. معايا كده حبيتين من الجزر، ومعانا كام حباية من البطاطس. هنقطعهم مكعبات كبيرة، يعني طبعا هياخدوا وقت. هنحطهم في الفرن وهنولع عليهم كده، هياخدوا ايه ياخدوا معانا وقت في السوا. معانا كده بصلتين صغيرين، معانا كده فصين من التوم، معانا كده برتقانية قطعناهم نصين، وكل نص التاني هنقطعه 4 أرباع، والنص التاني هنسيبه زي ما هو. نزلنا كده بالمكونات: الجزر والبطاطس والبصل. هينزل عليهم بالملح وحبة من الفلفل الأسمر، حبة صغيرين. متنسوش طبعا الديك متبل وفيه فيه التوابل بتاعته. هتنزل طبعا، فاحنا مش هنكتر. معنا كده تتبلناه قبلها بيوم وجهزناه بالطريقة دي. ومعنا كمان الحاجة بتاعته كلها. عندك كده نحط بس جواه كده حاجة من البطاطس والجزر. نص البرتقانية نعصرها عليه كده برضو، ونحطها معاه كده كمان من جوه. ويكون ايه متبل كده جاهز وحطيناه في الصينية. هنبدأ كده نضيف عليه بس نص كوباية مية وتكون سخنة. معنا كده ورق الزبدة، وهنبدأ نغلفه تغليفة حلوة. حاولي تغلفيه. طبعا كل ما بتغلفيه وتغلفيه حلو وتكتمي عليه كده، السوا طبعا بيكون أسرع وبيساعد كده في السوا. غلفناه كده بالورق الزبدة، وبعد كده الورق الألمونيا. احنا في الوقت ده مولعين الفرن، سخانينه من فوق ومن تحت. ومغبنا كده غلفناه، وهنحطه كده في الفرن وهنسيبه ياخد حوالي ساعتين ونص 3 بالكتير. ان شاء الله هيكون استوى. غلفناه كده وحطيناه في الفرن وسبناه ودخلناه. بعد كده هنبدأ نعمل الجلاش ده كله بيوم العزومة اللي احنا بنعمله ده. دي يوم العزومة، الحاجة اللي ايه الجاهزة اللي بنبقى نعملها على طول كده في الآخر، عشان تكون الحاجة معانا سخنة وجاهزة. نبدأ على الصينية، وهننزل كده بورق الجلاش واحدة واحدة. وهننزل كده بكل في ورقة بين ورقة وورقة دهنة سمنة. نعمل كده نص الورقة معانا. بعد كده هنكون مجهزين معانا اللحمة، معصجينها ومجهزينها. هنزل كده بعد نص الكمية، هنزل باللحمة وهنفردها معانا كده فردة حلوة. طبعا حاولي تكتري، لأن الحاجات دي بتبقى يعني لازم تكون حاجات يعني واخدة وضعها. خصوصا لما بتعزمي ناس حبايبك، فبتبدأي تعملي أحلى حاجة. بعد كده نزلنا بالجبنة، والجبنة دي اختياري، ممكن تستغنى عنها لو انت مش عايزاها او لو مش موجودة في البيت. هنزل بالنص التاني ورقة ورقة برضو، هندهنها كده زي ما عملنا في الجزء الأولاني. هنعمل كده في الجزء التاني، كل بين ورقة وورقة دهنة سمنة لحد ما نخلص الكمية كلها. هنقطعها الأول، هنقطعها كده بالطول. بعد كده هتقطعيها بالعرض. طبعا كل قطعة هتقطعيها نصين طبعا، عشان تكون زي المثلث كده معاكي. واحدة واحدة كده، والسكينة تكون حامية معاكي عشان تعرفي تقطعي. نبدأ كده نقطعها نصين، ونكون نخلص بالطريقة دي كل الصينية وتكون جاهزة معانا. وهنبدأ كده تكون غلفناها. بعد كده طبعا نكون ندخلها الفرن. هنسيبها لمدة يعني، أو قولي يعني قولي كده تاخد نص سوا يا دوبك، بس لون خفيف يعني، مش حسب الوقت، هي حسب اللون أو السوا بتاعها. ننزل كده كوباية ومعانا بضاية. ننزل حبة من الملح، حبة من الفلفل الأسمر، وبيكنج باودر. نخفق ده كل البضاية مع المواد ديت معاها، مع الفلفل الأسمر والملح والبيكنج باودر. معانا كده لبن بس يكون دافي معانا، مش عايزينه يغلي عشان البيضة ما تستويش. احنا بس يكون دافي معانا. هنقلبه كده ونقلبه، يكون جاهز معانا الكوباية اللبن بالبيض ومجهزينها. يكون الجلاش كده خد نص سوا زي ما انتم شايفين اللون الخفيف ده. ونبدأ ننزل عليه باللبن ونسقيه كده ولحد يعني نخليه اللبن جواه، يعني ياخد وضعه. وحاولي اللبن توزعيه على كل الصينية، وسيبيه كده يتشرب لمدة 5 دقايق وتقلبيه. بعد كده هندخله الفرن تاني يكمل سوا معانا ويكون جاهز. طبعا بعد 5 دقايق سيبناه معانا ويتشرب معانا. هو في الفرن بيستوي او بيكمل سوا معانا. حل على النار، وهنزل بقرفة قرن شطة كده، يعني صغير مش تكتري عشان ما يكونش سخن، وقرفة ولومي. وطبعا معانا بهارات الكبسة، هنضيفها لبهارات مطحونة بتكون أحسن، بس عشان الحاجات ديت ممكن من السهل نطلعها، إنما بالحاجات الجافة لو الكبيرة ديت بتكون
يعني بتبقى في الرز كده بتدّي طعم مش أو بتبقى تيجي في البُق كده مش بتكون يعني قد كده. معانا كمية من الرز البسمتي غسلناه ونضّفناه ونقعناه كده لمدة حوالي نُص ساعة أو ساعة إلا ربع بيكون إيه، جاهز معانا. صفينا منه المَيّة وهنبدأ كده ننزل عليه على المادة الدهنية والبهارات اللي إحنا ضفناها، ونسيت طبعًا أقول ضفنا طبعًا فصين من المستكة، انزل كده بورق مكعب من الشوربة أو ورقة شوربة بودر، وهانزل بحبّة من بودرة الزعفران، وهننزل بالملح، وكده هنقلّبه نشوّح الرز تشويحة حلوة كده ويكون جاهز معانا. يعني حاولي تشوّحيه لمدة 5 دقايق، كل ما بتشوّحيه وتغلّفيه حلو بالمادة الدهنية بيكون حلو، وبيدّيكِ نتيجة أحلى يعني. كده خلّصناه كده تشويح ونكون مجهّزين المَيّة، لو المَيّة سخنة بتساعدِك بس بسرعة ممكن عادي يعني نحُط مَيّة من الحنفية، إنّما المَيّة السخنة إحنا بنضيفها بس لو بنكون إيه مستعجلين عشان بس بتساعد في السِوَى بسرعة عشان إيه، ما تاخدش وقت. شوّحناه وهانزل عليه بالمَيّة، تدّي له كمية المَيّة اللازمة بتاعته، كل كوباية رز بسمتي ليها كوباية ونُص من المَيّة. ممكن تزيد شوية لو طبعًا حسب نوع الرز، بيختلف نوع عن نوع، فأنتِ حسب نوع الرز بس أقل حاجة كوباية ونُص من المَيّة، بنقلّبه كده ونشوف اليَعْد بتاعه، أو لو أنتِ مثلًا مش معيّرة ممكن تضيفي بس حوالي قولي سنتي أو سنتي ونُص كده المَيّة تكون فوق الرز، هنغطّي عليه كده ونسيبه لمّا يبدأ يغلي ويتشرّب معانا، هنولّع عليه العين التانية على نار هادية، ننوّي عليها كده ونسيبه يستوي مع نَفْسه لحديت ما يكمّل السِوَى. وهو بيستوي كده معانا كده طاسة أو كسرولة هننزل بمعلقة من السمنة ويا ريت تكون سمنة بلدي وانزل حبة من المكسرات الحاجات ديت ممكن يعني تستغنى عنها لو انت مش موجودة أو لو انت مش بتحبيها ممكن تستغنى عنها عادي مش مشكلة. هنبدأ كده ننزل عليها كده ونشوحها يعني مش هتاخد حوالي دقيقتين بتكون اتحمصت معانا. بعد كده هنفضيها في طبق وطبعا المادة الدهنية اللي هي فيها هنسيبها زي ما هي. معانا كده الكبدة بتاعته قطعناها مكعبات صغيرة خالص وهنكون مجهزينها معانا. هنزل كده بس بفص واحد بس من التوم وبعد كده هننزل عليه بالكبدة ونبدأ نشوحهم على نار تكون نار هادية عشان ما تتحرقش معاكي أو تلتسع معاكي وهي لسه ما استوتش. الرز كده كان شرب ونزلنا عليه بحبة من المكسرات وهنغطي عليه ونسيبه يكمل سوا. معنا الكبدة خشت في السوا كده هنزل عليها بملح فلفل أسمر وبهارات الكبدة لو مش عندك كبدة لو مش عندك بهارات كبدة هتضيفي ممكن فلفل هتضيفي معاها كمون وكزبرة وتشوحي الكبدة كده لحد ما تستوي. طبعا الكبدة ما بتاخدش سوا دوبك بس هما تشويحتين 3 بتكون استوت معانا وتكون جاهزة. كده الرز احنا بنقلبه عشان نقلب فيه المكسرات ويكون بس المكسرات ايه تكون تاخد من طعم الرز أو ياخدوا من طعم بعض كده. نزّلنا الكبدة بعد ما استوت طاسة فيها زيت ونزلنا كده بالسمبوسة. طبعًا السمبوسة دي أنا كنت عاملاها قبل العزومة ب3 أيام. بس للأسف بعد ما عملت الفيديو ومنتجته وكل حاجة الفيديو انمسح. فبتبقى حاجات يعني الواحد بيعملها بتبقى في ثانية كده بتلاقي الفيديو انمسح فبيكون الواحد بجد يعني بس إن شاء الله إن ربنا ادانا العمر إن شاء الله هنعمل إيه نصور واحد تاني نعمله زي ما إحنا عملناه في ده. دي طبعًا إحنا عاملينها في البيت على إيدينا، حاجة بتكون حلوة جدًا بتشرّف، يعني مش قادرة أوصف لكم حاجة البيت بتبقى عاملة إزاي. هانزل كده بالكمية نحطها في الزيت تاخد على أول وش كده بعد ما تتحمر نقلبها على الوش التاني. إحنا طبعًا أنا عملت من الكمية ديّة حبة في الفرن، دهنت كده صينية دهنت صينية زيت ودهنت برضه السمبوسة من على الوش كده برضه دهن زيت بالفرشة ودخلتها الفرن. ده للي مش بيحب مثلًا يقلي الحاجة بيحبها إيه، يعني ما تقليش في الزيت فحسب رغبة اللي إيه، اللي بياكل. معانا السمبوسة طبعًا دي أنا برضه كنت عاملاها بس خلاص بقى قدر الله وما شاء فعل. أنزل كده بالسمبوسة طبعًا النار لازم تكون متوسطة عشان ما السمبوسة ما تاخدش لون وتكون مش يعني قد كده وهي لسه ما استوتش. طبعًا اللحمة بتبقى فيها متشوحة ومستوية عادي بس لازم تعمليها على نار متوسطة ولو نار هادية طبعًا بتنشفها منِّك ما بتبقاش حلوة. إحنا عايزينها تقرمش وتكون طرية من جوه. الكمية كده ونحط كده واحدة ورا واحدة لحد ما نخلّص كل الكمية قليان وتكون جاهزة معانا. هنطلّعهم كده على منديل أو على مصفى تصفّي الزيت اللي فيها. وبكده تكون كل حاجة جهزت. معانا الرز استوى هنقدمه طبعًا في طبق التقديم والتقديم هيرجع ليكم طبعًا وحاجة اللي أنتم بتحبوها وتفضّلوها. إحنا نزلنا كده بكمية الرز وبعد كده هنشيل طبعًا اللومي فعشان كده دايمًا بنحب البهارات الكبسة بتكون مطحونة بتكون أحلى بكتير. انزل كده عليها
الكبدة وهننزل عليها بالمكسرات. دي حاجات يعني دي حاجات اختيارية مش أساسية، لو أنتِ موجودة عندِك وممكن تعمليها طبعًا تبقى بتدّي حاجات أحلى بكتير. وهننزل عليهم طبعًا بالمكسرات كده والزيني، وقُلنا دي حاجات ممكن تستغني عنها لو مش موجودة أو لو أنتِ مش بتحبيها. كده طبق الرز جاهز معانا، وهيكون كل حاجة جهزت معانا. معانا الديك الرومي استوى وجاهز. معانا كده كل حاجة جهزت. معانا الكفتة، معانا سلطة الزبادي، معانا سلطة بطاطس بالكركم. يعني حاجات إحنا حبينا نستغنى عن السلطات العادية، وحبينا نقدم دي بتكون أحلى وخفيفة. معانا الكفتة، معانا السمبوسة، معانا القلاش، كل حاجة عملناها كده وقدمناها. هنقول بالهنا والشفا، بالهنا والشفا للي كل وبالهنا والشفا للي شاف، واللي هيجربها ويقول لنا رأيه فيها إيه. هنقول لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، تكتبوا لنا كده كومنت وتعليق منكم. حاولوا